مباراة الموسم تنتهي بنتيجة كبيرة لصالح مانشستر سيتي ب4 أهداف ل0 على حساب ملك البطولة ريال مدريد. نتيجة كبيرة جدا نظرا لحجم المباراة وقيمة الفريقين. السيتي بدأ مهيمنا في المباراة بشكل غير مسبوق بخطته المعهودة الذي يمثل فيها جون ستونز كلمة السر. لعب مانشستر سيتي بخطة 3-2-4-1 فيما ستونز لعب كمحور وسط ميدان يستخدم في عدة مهمات منها العودة للدفاع عند ضياع الكرة. في حالة البناء مانشستر سيتي يستخدم 3 لاعبين في المحور فيما رودري وستونز يلعبان في وسط الميدان ويشكلان مربعا مع كل من كيفن دي بروين وغوندوغان. ريال مدريد كان تائها في الملعب ولم يكن يقوم بالضغط بشكل جيد. هنا ريال مدريد يقوم بضغط خاطئ. فينيسيوس كان يذهب للجهة المقابلة من أجل مساعدة رودريغو وبنزيما، لكنه في كل مرة كان يترك ووكر دون مراقبة، مما سهل على السيتي عملية الدوران والخروج بالكرة. هنا صورة أخرى توضح تمركز فينيسيوس في وسط الميدان وتركه لمساحة كبيرة لووكر من أجل التقدم. ننتقل للحديث عن كرة أخرى تكررت كثيرا في المباراة. هنا ستونز كان يقوم بزيادة عددية في وسط الميدان، أما مودريتش يضغط على رودري وترك مساحة خلفه. المفروض أن بنزيما هو من يقوم بالضغط على رودري ليسمح لمودريتش بتغطية المساحة وإغلاق الخطوط، لكن بنزيما كان جد متعب في المباراة وغير قادر على مساعدة فريقه. ستونز هنا وجد الفرصة من أجل التقدم بالكرة ونقل الهجمة للثلث الأخير من ملعب ريال مدريد. في الشق الهجومي السيتي كان يهاجم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين ويتركون فقط دياز في الخلف. كيفن دي بروين وغوندوغان كان قريبين من إيرلينغ هالاند من أجل الاستفادة من المساحة التي يصنعها، فيما كان غريليتش وبرناردو على الطرفين من أجل استغلال عرض الملعب كليا. هذا الشكل الهجومي يبدو جريئا جدا، خاصة وأن السيتي كان يترك لاعبا واحدا فقط في الخلف، لكن غوارديولا اختار الضغط العالي جدا لإجبار لاعبي ريال مدريد على الدفاع. السيتي حاول التسديد عدة مرات من خارج منطقة الجزاء كما فعل أمام بايرن، أما ريال مدريد فقد كان متكتلا في الطرف الملعب ويتنقل يمينا ويسارا على عرض الملعب، وهذا يتعب كثيرا لاعبي ريال مدريد. هذه التبادلات المستمرة والضغط المتواصل أرهق دفاع ريال مدريد وجعل أخطاء التمركز كثيرة جدا. هنا كرة خلف ظهر دفاع ريال مدريد من كيفن دي بروين لسيلفا في منطقة الهالف سبيس جعلت السيتي يتقدم على الريال بالهدف الأول. نفس الفكرة تتكرر في الهدف الثاني، تمريرة خلف دفاع ريال مدريد في منطقة الهالف سبيس. كروس هنا هو سبب الهدف. كيفن دي بروين مراقب من طرف كارفاخال، لكن كروس بدل أن يغلق وسط الميدان لمنع غريليتش من التمرير لحق بكيفن دي بروين الذي كان معه كارفاخال وترك مساحة كبيرة في منطقة الجزاء دون تغطية ليأتي الهدف الثاني لمانشستر سيتي. هذه الأخطاء في التمركز الدفاعي لريال مدريد ناتجة عن التعب والمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبين، مما أفقدهم التركيز. في الشوط الثاني ريال مدريد استحوذ نسبيا على الكرة، لكن الضغط الشرس حشر الريال في منطقته وجعله يعاني في الخروج من الكرة. الشيء الذي أبهرني كثيرا هو الطريقة الدفاعية لمانشستر سيتي المدروسة بشكل جيد. هنا في هذه الكرة جون ستونز يعود بسرعة كبيرة للدفاع وروبن دياز يلحق بكريم بنزيما على الطرف. وقوف لاعبي مانشستر سيتي في الحالة الدفاعية على شاكلة 4-4-2 منع الريال مدريد من القيام بأي محاولة على المرمى. ليس هذا فقط، السيتي استغل المساحة وأضاف الهدف الثالث والرابع وكان بإمكانه التسجيل أكثر. مباراة مثالية قدمها رجال بيب غوارديولا، أما ريال مدريد فلا حول له ولا قوة. إلى هنا نصل إلى نهاية المقطع، إلى اللقاء.